يا نهار اقسم بالله. طب كانت لا بجد صح. طب اقعدي تطولتي كده ليه؟ طب كان فين؟ سينما. لو جبتيه آية تبقى صح. طيب استني بقى خليني اركز. انا لو قعدت ساعتين هكتب في الاسئله دي، انا اصلا قعدت والله افتكرها. العظيم والله العظيم الاسئله دي من زمان ما جاتش على بالي. ورجعنا لكم تاني. الحمد لله على السلامه. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بصوا اقنعتها وجبتها وحمستها وقعدتها وقعدتها وعشان ترجع من تاني. وفكره الفيديو النهارده هو فكرتي. اول حاجه نرحب بكم، وحشتونا كتير كتير كتير. بدانا نرجع اهو وان شاء الله نكمل باذن الله، وربنا يهدي الشيطان ويبعده عننا. طب انت بتجعر ليه؟ ايه؟ يعني انا قاعده جنبك وهم قاعدين جنبنا. انا اكسايتد دلوقتي للفيديوهات. اكسايتد. الله الله، ده واخد كورس انجليزي امبارح. في تغيير دلوقتي حل قبل الفيديو على طول. قبل ما نبدا الفيديو، الناس اللي اول مره يشوفونا او الناس اللي بيشوفونا وما عملوش سبسكرايب يعملوا ايه؟ زر الاحمر، ويفعلوا الجرس عشان يوصل لهم كل فيديو جديد احنا بننزله. احنا لسه بنبتدي كاننا بنبتدي يا هادي من اول وجديد. يا هادي وخلي الشيطان بعيد ناحيتنا. عايزين حماس منكم وتشجيع كبير جدا 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 في الكومنتات وفي اللايكات وفي الحاجات الحلوه. جاهزه؟ جاهزين. اقول فكره الفيديو؟ اخلص. فكره الفيديو هي تحدي مين يعرف التاني اكتر، بس بشكل جديد. ايه هو؟ انا هشوف ايه تعرفني ولا لا. يعني انا اللي محضر اسئله ومحضر لها عقوبات. لو جاوبت السؤال غلط هتاخد عقاب من ده، خل في معلقه ليه، في معلقه ليه احلف، او هوت صوص شطه. كل سؤال غلط هي هتجاوبه هتاخد معلقه من اللي تختاره. لا ومين اللي هيحدد انه غلط ولا صح؟ ما انت انا ممكن اللي هحدد تألف. طبعا. لا وانا هكدب عليك ليه؟ طب قسم الفيديو ضمير. في قسم، اقسم بالله اقسم بالله العلي العظيم ان هقول بصراحه يا لا. بس اذا لقيتيني انا يعني قلت على اجابه انا مش فاكرها مثلا، ممكن اقول لك لا مش صح، فكرني بدليل من عندك عشان نبقى متفقين في قوانين كده للفيديو. اتفقنا؟ انا محضر لها شويه اسئله حلوه كده، واسئله خفيفه واسئله صعبه. هنبتدي هنسخن واسالها ونشوف الذاكره عندها عامله ايه وعارفاني كويس ولا ما تعرفنيش. جاهزه؟ اخلص. يلا بسم الله. بس خد بالك. طب ما تخبطيش بس على كتفي. بس خد بالك، انت اللي جنيت على نفسك. اخد بالي ازاي يعني؟ علشان الفيديو ده انا هخلصه من هنا وهرتب لك فيديو نفس النسخه. لا يا ماما انا عامل الفكره، بس عقاب. ايوه ازاي يعني؟ ترتيبيه ازاي يعني؟ من نافوخه. ترتيبيه ازاي؟ مش فاهم. لا مفيش ترتيب. لو هم وصلوا لنا لاكبر عدد من اللايكات وشجعوني وقالوا لي اعملي يا آية في نفس التحدي لا بلاش هذا بعقاب اوسخ منه. المريض ده اصعب، اسمه اصعب مش تيت التاني بقى. طب مرمطه. ازاي؟ انا عارف آية القديمه. عارف آية القديمه هي بتاعت زمان. لا محدش يعمل يا جماعه، محدش يقول لحاجه. عارف آية اللي كانت بتحط الكولا محدش يقول. لا محدش يقول يا جماعه، محدش يقول. بصوا يا جماعه، زي ما اتفقت معاها على فكره الفيديو بتفق معاكم، محدش يقول ان هي تعمل معايا فيه. لا محدش يقول. لا عشان خاطر اصل انا عارفها. عايزني اعمل فيه نفس الفيديو يقول لي عشان ارجع لكم آية المشهيصه بتاعت سنتين. ربنا يستر. طب جاهزه؟ جاهز. يلا بينا. ما عنديش اي مشكله. انا هضحي الفيديو ده عشان انت اللي هتضحي الفيديو الجاي وهتضحي بالجامد. طب انا هسألك اسئله خفيفه. هتضحي بالجامد. يلا جاهزه؟ انا اقول يلا بينا بسم الله. سؤال رقم 1. ايوه. اول مره اتقابلنا فيها فين وازاي؟ عند اختك في الشارع. انت سريعه ليه كده؟ عشان تعرفي بسألك اسئله سهله، عشان لو جيتي عملتيه وسألتيني اسئله صعبه هتشوفي، بس هتبقى انت اللي بدأتي. ماشي. اول سؤال سهل وبنسخن لسه. سهل ده بالنسبه لك سهل. ايه اللون المفضل ليا وليه؟ اللون المفضل انت بتحب الاصفرات وبتحب الاسود برضو، مفيش مشكله. طب ليه؟ عشان الاصفر كان اول لبس انا تشوفه عليا يوم ما شفتني. وبعدين؟ وعجبك اللون. وبعدين انت بقيت تحبه. طب انا اعتبر انها بس في اجابه ناقصه، الاجابه دي ناقصه. وبعدين الاصفر عشان انت بتقعد تقول لي بكرات صفراء فاقع لونها تسر الناظر. ماشي. صح ولا مش صح؟ دي عروبه اقسم بالله، دي عروبه انا عارف. طيب
اكتر اكله انا بحبها او نوعيه اكله انا بحبها. خضار، اي خضار، عارفين كلمه خضار؟ شايفين انا بقولها ازاي؟ انا حاسس ان انا فشلت قبل ما اي نوع خضار هو ما بيتقالش عليه غير خضار. ورز، حطوه في حله رز اكل بيتي. وانا يا جماعه انا مشكلتي ان انا ما بعملش طويله لوحدي عازب هنا قبل ما اتجوز، ما كانش بيعرف يطبخ غير الخضار. لا ما كنتش باكل الخضار اصلا، ما كنتش باكله، كنت باكل اكل اللي هو اخري بيض مسلوق او بيض مقلي، كل انواع البيض وبطاطس مسلوقه وحاجات جاهزه. الخضار نفعك؟ ما كيرش اهو، واكل جاهز ما كيرش اهو. ماشي. انا حاسس ان انا خسرت قبل ما ابدا الفيديو. علمت عليك. طيب ايه المشروب المفضل ليا؟ الشاي بعد الاكل. وبتعمليه يا هانم؟ لا 70 يا جماعه، اللي بيحب يشرب الشاي او يحبس بمشروب بعد الاكل او يشرب ميه يقول لنا في الكومنتات عشان ما بترضاش. طب اقسم من يوم ما اتجوزنا اقسم بالله الاسئله دي انا بتفاجئ بيها دلوقتي. انا والله العظيم ما تعرف عنها حاجه ولا محضرين ليه. متفاجئ باجاباتي ولا لا؟ متفاجئ بصراحه. المشكله ان احنا ما بنحبسش بالشاي ده، انا نفسي ما بنحبسش بالشاي عشان مش كيفه شاي، كيفه قهوه، مدمنه قهوه. ما بنحبسش بالشاي ده غير يا اما عندهم يا اما عندنا. طيب هفرمك. اكتر حاجه بتنرفزني وتعصبني ايه؟ الصوت العالي. عشان كده بتعلي صوته على طول. عشان كده بعلي صوتي على طول. عشان كده بتعلي صوته على طول. يا نهار ابيض، هو انا مفيش حاجه؟ طيب خدي دي بقى. ايه اسم اول مطعم نروح نفطر فيه سوا قبل ما نتجوز؟ الرضوان. الحمد لله. لا فطار ولا ايه؟ فطار. انا قلت نفطر مش فطار صيام. فطار ايه؟ فطار الصبح كده، الناس بتفطر الصبح. اول مطعم رحنا نفطر فيه، رحنا فطرنا فيه سوا قبل ما نتجوز. اسمه مكان. ما انت لو قلتي مكان وانت لو قلتي اسمه مكان هتعرفي مكانه وسهل يعني، بس قولي اسمه. في مطعم كده في وسط البلد. ها؟ في وسط البلد بس انا مش فاكره اسمه. لا ماليش دعوه. ماليش دعوه. لا تقولي، مش انت قروبه قوي وفاكره وعارفه كل حاجه؟ قولي بقى يلا. فطار رحنا فطرنا كده فول وطعميه وبطاطس. جد اللي فين؟ جاد اللي في الجيزه. الجيزه؟ متاكده اللي في الجيزه؟ فين في الجيزه يعني؟ ما الجيزه دي كتير، في اي منطقه بالتحديد؟ اللي في ميدان الجيزه اللي جنب الشارع اللي هو متاكده؟ متاكده ايه؟ هو جاد والله جاد. قولي خلاص عشان لا جاد ماشي جاد، بس المنطقه؟ لا المنطقه هي في محيط الجيزه، في شارع البحر الاعظم ولا مش عارفه شارع ايه. هو عموما هو المشكله ان انا ما قلتلهاش المكان، مع اني كاتب في السؤال المكان ايه، بس انا سالتها الاسم. هي الاسم صح جاد. بس جاد اللي في الدق يا هاني. فاكر لما كان قاعد قصادنا الاثنين اجانب على الترابيزه اللي قدامنا؟ انت فاكر الحاجات دي ازاي؟ بس انا فاكره ان احنا اول حاجه جيت. اي حاجه فيها اكل بفتكر. فلت منك. اللي معايا يقف جنبي بيحب الاكل كده زي. طيب اسم اول مطعم رحنا اتغدينا فيه؟ الرضوان. طب مكانه فين؟ في الدقي. طب اكتر اكله بقى كنت بحب اكلها منه على طول ايه؟ الفراخ المخليه المحشيه رز. يا بنت اللذينه. يا ابني ده انا عجناك. بصوا ده المثال الحرفي. اول هديه او تذكار هديتك بيها ايه؟ دي مش هتجيبيها بقى. اول هديه او تذكار هديتك بيها ورقه شجر. ورقه شجر على حرف قلب. فين كان؟ فين على راسنا من الشجره. منين كنا قاعدين فين؟ لا قاعدين فين دي؟ ما في الجامعه. يا نهار ازرق. قاعدين في الجامعه صح؟ يا نهار ازرق في الجامعه فعلا. يا نهار ابيض. انا ضايع. محدش يقول يا جماعه السؤال ده عنه حاجه. طيب يا فضحتك يا اللي في هديه قدمتها لك واحنا مخطوبين. الهديه دي يلا عباره عن عروسه، انت سميتها الاسم ده كان ايه؟ وايه هي شكل الهديه؟ فرفور. يا نهار ازرق. انا ضايعت. عارفين انتوا اللي يقولوا انا هنزل اجري النهارده فيتصاب قبل ما يجري؟ انا ده اللي حصل لي. فرفور. انا اقول لك اديتها لي لما انا كنت في المدينه الجامعيه اللي فين؟ ها انا بسالك سؤال. اديتها لي لما كنا في المدينه الجامعيه اللي في ميدان الجيزه اللي قصاد الكوبري. انا ما كنتش في دي اساسا. لا والله العظيم رحت. انا كنت باجي لك هناك على طول. اللي عندي سعودي اللي عندي السفاره في الدقي. ايوه اظبط. اي خد اظبط يا شيخه. اجري ما انت خليتيني اظبطها. طيب هو باقي 3 أسئلة 4 أسئلة عشان الفيديو ما يطولش برضه. بصوا، اول فيلم يا ايه دخلناه سوا سينما
كان فيلم ايه؟ اكس لارج. والسينما كان فين؟ في الزقازيق. يا نهار ازرق. طب حفله كانت كام؟ حفله بالليل يا نهار ازرق. الساعه 9:30 بالليل. يا ساتر يا رب. استر يا رب. استر يا رب انا بضيع. طيب استني بقى خليني اركز. انا قعدت ساعتين هكتب في الاسئله دي، انا اصلا قعدت والله افتكرها. العظيم والله العظيم الاسئله دي من زمان ما جاتش على بالي سبحان الله. طب اول فيلم دخلناه بعد الجواز ده كان في الخطوبه. اول فيلم بعد الجواز ده بقى مش هتجيبيه، ما هو مش معقول كل الاسئله هتجاوبيها. واحد صعيدي. اقسم بالله. طب كانت لا بجد صح. طب اقعدي تطولتي كده ليه؟ طب كان فين؟ السينما. لو جبتيه آية تبقى صح. ها واحد صعيدي. ها كان في مول. يا لهوي. كان في مول العرب. يا ازرق. كان مول مصر ما اتعملش لسه، كان في مول العرب. ايوه ما كناش لوحدنا صح. ساعدوني في الكومنتات وقولوا بلاش تعملوا والنبي. بلاش بس في بقك. طب اول مره نسافر فيها سوا مش متجوزين، ايوه مخطوبين. اديتني تذكرتين بالباص. انا اللي هشرب الخل انا عارف. هو مش عقاب ليه؟ لا ولا ده ولا ده. ده مش ماما ده بتاعك انت. اديتني تذكرتين الباص. طيب. السؤال بقى ايه كان السؤال؟ اخر سؤال. ايه السؤال ده اخر سؤال. لا كان ايه السؤال؟ اخر سؤال والسؤال ده مؤثر يا جماعه. ان شاء الله هتفتكر. ايوه احنا كنا متفقين لما نتجوز، يعني واحنا مخطوبين كنا متفقين لما نتجوز ونخلف هنخلف ولد وبنت. سين وسين. اسمهم ايه؟ سيف وساندي. فين ساندي طيب؟ او فين سيف؟ ساندي قطه. ساندي قطه. فين سيف وفين ساندي؟ عشان تعرف اللي احنا بنقوله حاجه والواقع بيبقى حاجه ثانيه. طب احنا جبنا بنت سميناها ساندي، لا سميناها توتو. خلاص يبقى نجيب توتو. يبقى نجيب سيف وساندي. توتو. 13 سؤال. ال 13 سؤال بسرعه بديهه. انتوا لاحظتوا سرعه البديهه؟ والله العظيم حرام. 13 سؤال ليه ايه؟ اجهز. طب انا ليا خدمه عندكم يا جماعه والنبي، عشان خاطري بلاش يعني انتوا قولوا اي حاجه في الكومنتات اللي انتوا عايزين تقولوها. لا والله عشان خاطري والله لايكات كتير بس شوفوا سيكو تاني خالص. اصل انا عارف اسئلتها. احنا كرجاله والرجاله هتحس بيا في الموضوع ده، احنا كرجاله ضايعين في التواريخ هم ما شاء الله كستات. لا طب ما انت لما انت شاطر كده حافظين التواريخ. لا انا ما سالتكيش تواريخ ليه؟ اروح احفظ تواريخ ولا اشتغل ولا اتعب ولا اعمل ايه؟ ليش قبل الامتحان؟ لا معلش بلاش تواريخ. يعني تاريخ الجواز باش تسالني بقى تقول لي ايه؟ اصل انا عارف اسئلتها. تقول لي تاريخ الخطوبه رحنا جبنا الشبكه امتى وكان الساعه كام وكان موافق يوم ايه في الاسبوع. وممكن تسالني اصلا احنا لما ركبنا عربيه ورايحين عشان نجيب الشبكه كان نمر العربيه كام؟ العربيه اللي ماشيه جنبنا كان مين اللي ركبها؟ يا نهار ازرق. لا اسئلتها اصلا فربنا فعشان خاطري بلاش يعني. لا هم طب يا جماعه النبي بس يكون بس وعد. لو هو الموضوع كان كده يبقى خفيف، يبقى عقاب حتى خفيف يا اما اسئله خفيفه. انا لما برجع عارف مش هجاوب ولا سؤال. ربنا يستر. انا لما برجع بتقلي. طب ماشي لحد هنا خلصت الفيديو الحمد لله. انا كسبت. والله بس الميزه في الفيديو ان احنا استرجعنا ذكريات حلوه، وهي حاسه طبعا ان انا فاكر وان انا ما فيش زيي طبعا فاكر حاجات حلوه. لا واضح فعلا. انا لما بندمج في الحاجات دي ببقى مؤثر وبشكل مختلف. استنى في دمعه عايزه تنزل الحمد لله. انت حابسها. طيب يا جماعه رجعنا. ربنا يستر. انا جريت على نفسي. اللي حضر عفريت يصرفه. هصرفه يعني ان شاء الله هصرفه. طيب هنصرفه مع بعض الفيديو الجاي. ربنا يسترها. طيب لحد هنا يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كل الناس اللي اتفرجت علينا تقول لها الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. بس طب والله احنا ما خدنا وقت. بص 15 دقيقه من غير مونتاج. ده لسه لما يتمنتج يعني عشان انا سريعه. انا حافظه انا مذاكره. ربنا يستر. والله العظيم فاجئني بالاسئله دي. ودول لا اتشرب من الخل ولا اتشرب من ده ولا اتشرب من ده. الحمد لله. انت اللي هتشرب المر بعدين. ربنا يستر. لحد هنا وصلنا لنهايه الفيديو. كل الناس اللي بتتفرج علينا ولسه ما عملتش سبسكرايب او لسه ما عملتش لايك او لسه ما عملتش كومنت حلو او لسه بتتابعنا واول مره نظهر قدامها يدعسوا السبسكرايب ويدعسوا على الجرس ويدعسوا على كل حاجه حلوه. بنحبكم جدا. كبسوا. نرجع لكم الفيديو الجاي تاني. استنونا فيديو جديد. نشوفكم بألف خير. سلام.